جايبه لكم النهارده 2 هاكس تقدروا تنضفوا بيها السبونجز بتاعتكم وفرش الميك اب. اول طريقه ان احنا هنجيب ميه دافيه ونحط فيها اي ميك اب ريموفر عندنا يكون ووتر بروف. انا استخدمت بتاع ايفون اللي هو من اللاين بتاع نيوترا افكتس، وحطيت حبه حلوين كده، واحط 2 3 من اللي موجودين في البوكس ده عشان بس اوريكم على سبيل المثال بنعمل ايه. بعد ما حطينا الميك اب ريموفر وعماله ادعك فيهم شويه، برضو هتلاقوا ان هو مطلعش قوي، يعني طلع جزء وما طلعش كل اللي موجود، سواء على السبونجز او البيوتي بلندر او حتى فرش الميك اب. الطريقه التانية برضو ان احنا هنجيب ميه دافيه واي شامبو عندنا او شاور جل تكوني بتحبيه، ده ضد القشره. انا بستخدمه عشان هو انتي بكتيريال اصلا. وهنا انا حطيت البيوتي بلندر والسبونجز، وهحط فوقيهم بقى الميك اب ريموفر الووتر بروف، وهفضل اعمل فيهم زي ما عملت اول مره كده، افضل ادعكهم شويه. وبعدين هنستخدم الجلافز ده انا مخصصاه بس الادوات الميك اب، بحط عليه برضو نقطتين 3 كده من الميك اب ريموفر. وزي ما انتم شايفين ما اخدش معايا مجهود خالص زي الهاك بتاعت اول واحده كمان مكلفه خالص، لانها تستخدمي فيها كميه ميك اب ريموفر هايله، يعني ممكن ربع العلبه او حاجه. بصوا دي اصلا ما احتاجتش ان انا اعملها في الجلافز. ودي الفرش انا حطيتها اهو، وهوريكم فرشه مثلا بتاعه الفاونديشن لانها اكتر واحده بيبقى عليها برودكت. بصوا حطيت اهو الميك اب ريموفر على الجلافز، وبصوا لسه ما زالت بتنزل فاونديشن. بصوا دي بقى خلاص كده، انا قربت اخلص كده، خلاص كانت خلصت. هوريكم الفرق بينها وبين اللي لسه ما اتعملتش بالجلافز. هروح بقى اكمل دول وارجع لكم. دول بعد ما خلصتهم خالص دخلت جوه بقى عند الحوض عشان يبقى الموضوع اسهل. ده شكل الفرش وده شكل السبونجز، وكمان بحطهم في حاجة تكون فيها فتحات كده علشان خاطر اضمن ان هما هينشفوا من كل الجوانب، ما يبقاش فيهم اي رطوبة خالص. بس كده، دول كانوا التو هاكس بتوع النهاردة. باي باي.